محفوظ الهادي، وهو أحد الوافدين إلى ولاية المنيعة من أجل إجراء فحوصات طبية للأعين الخاصة بأطوار الثلاثة المتوسطة والثانوية. هل يمكنك الحديث عن هذه الزيارة الطبية؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محفوظ الهادي، رئيس جمعية أطباء العيون الخواص الجزائريين. احنا العملية هذه كانت في إطار حملة طبية قمنا بها لصالح تلاميذ الأطوار الثلاث، ابتدائي متوسط وثانوي، ومست أكثر من 1000 تلميذ، ووزعنا أكثر من 650 نظارات على هذم التلاميذ. وهذه كانت بمساعدة الجمعيات المحلية، جمعية الشفاء وجمعية الأمراض التنفسية، وبمساعدة جمعية مقاومي البصر يعني ليزوبتيسيان. وكان تنظيم العملية على مستوى 3 مراكز صحية، وتمت العملية في تنظيم جيد والحمد لله. وإن شاء الله تكون فرصة باش نقوم بعمليات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله. أعطينا كلمة أخيرة للساكنة سيدي. يعني والله أنا الحمد لله يعني كانت فرصة كريمة وسعيدة إني زرت ولاية المنيعة، وأول ما مسني يعني والحاجة اللي يعني اللي سجلتها في ذاكرتي وراح تبقى هو كرم الأهل المدينة. يعني صراحة نشكرهم ونقول لهم ربي إن شاء الله يجعل كل ما عملوه في ميزان حسناتهم إن شاء الله. وكذلك يتواجد بجانبي الآن رئيس نقابة أو ممثل نقابة الوطنية للمحترفين والمعتمدين في البصر العيني بن حركة لابيق، رئيس بالنيابة للنقابة. ورانا اليوم ان شاء الله كنا في المنطقه السابعه، احنا موافقين نخدموا هذا يعني العمل الخيري بعد ما خدمنا تيميمون واضرار وبني عباس خنشله عده ولايات. موفقنا ربي باش كنا في ولايه المنيعه، وين قدروا الاطباء وكامل يجوزوا 1000 مريض، 1000 ما قارب 1100 مريض، وين تم 600 تلميذ من الطبقه يعني المتوسطه والابتدائيه والثانوي يتحصلوا على من 700 نظاره حتى 800 نظاره. ربي وفقنا وباهل ناس المنيعه وبال يعني التسهيلات اللي سهلوا لنا يعني المنظمين والولايه وكل شيء. وفقنا ربي باش نعملوا هذا العمل الخيري، وان شاء الله ما تكونش اخر مره ان شاء الله. شكركم. اعطينا كلمه اخيره بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم. احنا شوف ديجا كي نهضروا على رمضان الكريم، احنا كنا في بوسعاده قبل ما نجيكم للمنيعه. على جال ان شاء الله رمضان اللي راهو قريب على الابواب، يعني رمضان على الابواب، والله خممنا في الاطفال باسكو عندهم لي زيكزام راهم جايين ان شاء الله في رمضان، وشهر كريم اللي لازم نديروا فيه الخير. حتى هذو النظارات يعني احنا خدموهم في الجزائر العاصمه، ونعاودوا نرجعوهم لهم ان شاء الله في شهر رمضان. ان شاء الله نطلبوا من الناس من يعد الدعاء برك. هذا ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله رمضان كريم لكامل الشعب الجزائري والكامل الأمة العربية إن شاء الله. يعطيكم الصحة. سيد سعداوي رشيد، هل يمكنك الحديث عن هذه الزيارة الطبية؟ شكرا. اليوم رانا جينا الولاية تاع السياج تاع الولاية تاع منيعة، وين استقبلنا الوالي اون بيرسون. مور ما درنا العملية تاعنا تاع لا كارافان ميديكال سبيسياليزي اون اوفtalmologie au profit des enfants scolarisés de la ولاية منيعة. رانا فرحانين بزاف. علاش؟ على خاطر رانا حققنا واحد الحلم اللي هو العمل اللي درناه منذ يومين 22 و 21 و 22 فبراير 2025، اللي هو درنا فحوص للدراري هذو اللي راهم متمدرسين، درنا لهم فحوص على عينيهم، ودرنا لهم وفرنا لهم ثاني النواظر لي لونات. هذا ماشي حاجه سهله باش نديروا هذا الشيء، لكن لحقنا كما حتى درناه على خاطر كان عندنا اون فولونتي. نشكر كاع الناس اللي ساهموا في هذا العمليه هذه، ونشكر الولايه اللي قبلتنا باش نخدموا هذا الشيء هذه في الولايه هذه تاعهم، ونشكر ثاني الجمعيه المحليه على خاطر ركزنا عليها، على خاطر هي اللي راهي في الميدان في الولايه. وهذه الجمعيه هذه راهي تنتمي للجمعيه تاعنا، رئيس تاعها ينتمي للجمعيه تاعنا على بها باش جينا لهنايا. ونشكر ثاني الإذاعة على اهتمام اللي مداتو باش هذه العملية تكون ينشروها للناس كاع باش يشوفوا واش خدمنا. شكرا. وتمت هذه العملية بتنسيق مع جمعية الشفاء لولاية المنيعة، ويقف معنا الآن رئيسها السيد بوحفص الحباكي. هل يمكنك الحديث عن هذه العملية؟
العمليه مرت كما يمر، كانت حلم وتحقق الحلم نتاعنا. هذه من سنه 2008 وحنا نجهزوا العمليه والحمد لله، وشعارنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم. الحمد لله يعني كانت الاطفال استفادوا من الفحوصات مجانيا، وان شاء الله غاديين يستفادوا من النظارات الطبيه مجانيا. وهناك مشاكل يعني باش كانوا يروحوا القطاع الخاص، والحمد لله العمليه تمت في مدينه المنيعه. ونشكر جميع من ساعدنا من اطباء والصيادله، من اطباء ونتاع السينديكا دي سنابو والسينديكا تاع لي زوبتيسيان والجمعيه نتاعنا التي نحن عضو فيها في الجزائر العاصمه. ونتمنى ان شاء الله عندنا مازال عندنا مشاريع اخرى، عندنا ان شاء الله تكوين الاطباء في مجال سيفراج دو طاباجيزم. وان شاء الله رانا غادي اذا صارت الامور ما فيش علاقه بسير الامور غادي نكونوا اطباء على مستوى مدينه المنيعه، ولي بروفيسور اصحابنا راهم مستعدين، وان شاء الله في مشاريع اخرى. ونتمنى ان شاء الله تمر الامور كما ينبغي، ونحن في الخدمه في صالح الجميع.